يا جدع والله العظيم، شوف والله العظيم ويمين اتحاسب عليه قدام ربنا. معظم الناس اللي كانت بتشجع امبارح البرتغال، لو كانت البرتغال بتلعب قدام مصر اللي كانت شجعت البرتغال وكريستيانو رونالدو. وانا شفت العينه دي وكانت قاعده جنبي امبارح في الماتش تتفرج. البرتغال ده يعني الناس اللي بتتكلم وطالعين دلوقتي طالعين علينا الاسطوانه الحمضانه المشروخه اللي ملهاش اي 30 لازمه. ويا عيال اقسم بالله كلابريتش، كلابريتش. هي السوشيال ميديا كده تفضل طول عمرها كده. 1% اللي هيطلع يقول الحق. ولو قال الحق ولو قال الحق والحق ده مش على كيف ناس معارضة هيطلعوه عيل ما ترباش ووسخ. اسمعوا مني بقى. تلات ارباع الناس اللي كانت بتشجع البرتغال امبارح لو كانت بتلعب مصر والله العظيم لكانت هتشجع البرتغال قدام مصر وقدام محمد صلاح وحسام حسن. بس هم عشان بيحبوا كريستيانو رونالدو والبرتغال، فطبيعي هطلع اتكلم واطلع اذم في الناس اللي بتشجع الارجنتين او بتحب ميسي لشخصه عشان يلعب قدام مصر. انا من الناس اللي بحب ميسي لشخصه مش للمنتخب. يعني الراجل ده بعد ما يسيب منتخب الارجنتين شكرا. انا مش هشوف منتخب الارجنتين تاني. مش هيفرق معايا. انا عايز الراجل ده يعمل ارقام قياسيه ويجيب بطولات مش اكتر. ان الراجل ده انا عاصرته على مر سنين حياتي. على مر سنين حياتي من اول الابتدائي او الاعدادي لحد وانا دلوقتي خلصت كليه وبعد الكليه كمان. فانا الراجل ده ليه لحظات كبيره وبسطتني كتير. فوالله العظيم الناس اللي بتتكلم وطالعين على السوشيال ميديا يقعدوا يخبطوا في الناس اللي المصريين اللي هم بيحبوا ميسي. انا ما بقولكش شجع الارجنتين، ابقى انا كده ما استاهلش تراب البلد دي. في الاول وفي الاخر انا اتمنى ان مصر تكسب الارجنتين. وتشجيع الاول للارجنتين، التشجيع التاني لميسي لشخصه بس مش اكتر. حتى لو مصر خسرت اتمنى ان مصر تعمل اداء مشرف في البطوله. بس انا بقول لكم ليه كده؟ لان انا شايف الناس دي. انا عندي رؤيه ليهم، انا عارفهم، اعرف ناس منهم. فطبيعي العقليه كلها واحده. الناس دي كلها لو كانت مصر هتلعب البرتغال والله العظيم اكترتهم هيشجعوا البرتغال وكريستيانو عشان ياخد كاس العالم والكلام ده كله. بس عشان هو ميسي واخد كاس العالم قبل كده، وان ميسي اللعيب اللي مش مفضل عندهم واللعيب اللي هو المنافس لاسطورتهم كريستيانو رونالدو. فهم مش هيطلعوا يذموا في المصريين اللي بيتكلموا كده. في الاول وفي الاخر يعني انت حر. ما دام انت ما بتضرش حد فانت حر، شجع اللي انت عايز تشجعه. بس انا بقول لك هي في الاول وفي الاخر انت اصل ده مش الاهلي ولا الزمالك عشان تعترض. لا دي مصر وانت راجل مصري. ومصر يعني 120 مليون عايزين يفرحوا. انت فاهمني؟ فكسبنا الارجنتين خير وبركه. في ناس بتتكلم من منظور ان مصر ممكن ما يكونش مشوارها طويل في البطوله، فهم عايزين ان الارجنتين تكسب عشان تاخد البطوله التانيه على التوالي وميسي يبقى ايه، كسر رقم قياسي للعيبه كتير ما حققتش البطوله مرتين ورا بعض. وارد، مفيش مشكله. بس هو في الاخر ولائك وانتمائك الاول لمصر. اه بحب ميسي، بحب ميسي. اه اشجع ميسي، اشجع ميسي. ده لو كسب ومصر عملت قدامه اداء رجولي مشرف زي منتخب راس الاخضر كاب فيردي. غير كده والله العظيم كل اللي طالعين على السوشيال ميديا دول هم الا اذا ناس بيعملوا فتنه عشان الناس تمسك في بعضيها. زي برضه جماهير الاهلي والزمالك كده لما بيطلعوا حاجات ملهاش لازمه في الحياه عشان الناس تمسك في بعضيها وتشتم في بعض على السوشيال ميديا. يا جماعه الكوره ابسط من كده بكتير. الكوره للترفيه وللعب وللمتعه بس مش اكتر.